السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي الأوفياء في فيديو جديد ووصفة جديدة. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحليوة اللي سهلة اقتصادية، بلا بيض بلا زبدة بلا دقيق بلا زيت بلا فران، وأكثر من ذلك فهي صحية مغذية ومقوية بجوج ديال المكونات فقط. فهاد الحليوه راهي ديك كتجي راقيه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها تعتمدوها في الاعياد ديالكم، حيت راه ما كتاخذش منكم واحد الوقت كثير اكثر من 15 دقيقه. كما يمكن لكم انكم تعتمدوها في المناسبات ديالكم، راه كتبقى اقتصاديه ورائعه وراقيه لا في المنظر ولا في المذاق. فإلا كنتي كتشاهدي الفيديو ديالي لاول مره، مرحبا بك والف مرحبا. ما عليك الا تنزلي لتحت، تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، تخليو لي التعليقات ديالكم اللي كنفرح بزاف فاش كنشوفهم، وما تنساوش كذلك انكم تبارطاجيو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 500 غرام ديال كاوكاو الغليظ كما كتشوفوا، راه وضعته في واحد الصينيه ديال الفران ودخلته حتى تحمر، نزعت ليه القشره ديالو وهذه نطحنو. لا بالنسبه للاخوات اللي ما كيتوفروش على هذا الهشوار، فانتوما يمكن لكم تستعملوا غير داك الكاس اللي تيكون ديال العطريه مع مونينكس، وهذه نطحنوا جيدا حتى هذه نتحصلوا على كاوكاو ديالنا بحال البودره بهذا الشكل. هذه نفرغوا في واحد الاناء، وهذه نضيف عليه هنايا ما يعادل 500 غرام من عجينه التمر. انا عندي هنا العجينه ديال التمر الجاهزه، يمكن لكم تعوضوها بالتمر اللي كتفوروا وكطحنوه مره واحده مع كاوكاو حتى كيتعلق لكم وكيتجمع. غادي نضيف كذلك هنا بالنسبه للنكهه واحد الملعقه صغيره ديال القرفه، يمكن لكم تعوضوها كذلك بنكهه الفاني او لا كاوبيل. المهم النكهه هنا كتبقى اختياريه. كذلك النكهه ديال ماء الزهر كتجي رائعه. غادي نحاول انني نخدم العجينه ديالي حتى تجمع ليا. هنايا غادي نضيف لها فقط واحد المعلقه كبيره ديال العسل، وهذه نبقى نجمعها حتى تجمع ليا وتشكل ليا على شكل واحد الحربول. ضروري هاد العجينه ديالنا اننا نخلطوها جيدا، ولا بانت لنا اننا كل مره نحتاجو نضيفوا لها العسل نضيفوه. يمكن لكم تعوضوا العسل كذلك بالمربى ديال المشمش. من بعد ما تجمعت ليا الخليطه ديالي عفوا، فهذه نبدا على هذا الشكل. هذه نشكلوا على شكل كويرات. بالنسبه هنايا الكويرات يمكن لكم توضعوا في الوحده تقريبا 19 حتى ل 20 غرام بهذا الشكل. كنحاول نضغط عليها هكذا بالكف ديال يدي، وغادي نشكلها واحد الثقب هكذا في الوسط. نحاول انني نشكله جيدا ونقاد لها هكذا من الجوانب. هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا راها بسيطه وسهله. هنا عندي واحد الكميه ديال الزنجلان، يمكن لكم تحمروا كما يمكن لكم تستعملوا هكاك، فمحمر راه تعطي واحد النكهه بطبيعه الحال اللي كتكون رائعه. غادي نستمر انا بهذا الشكل نشكل الكويرات ديالي كاملين. فمن الافضل انكم تشكلوا الكويرات عاد دوزوهم هكذا في هذا الزنجلان باش الزنجلان ما يبقاش يلتصق لكم في الايدي ديالكم. فهاد الحلوه راه هي ديك سهله رائعه اقتصاديه مغذيه، والمذاق ما نقولكمش راه تيجي واحد المذاق اللي هو رائع. كنحاول هكذا نقادهم. في هذه الاثناء راني وضعت تقريبا واحد 6 ديال القطع ديال الشوكولاته البيضاء. من بعد ما دابت راه ما كنضيف لهاش الزيت. غادي نحاول انني نعمر هذوك الثقوب اللي عندي في الوسط. يمكن لكم هنايا ديروا الشكلاط الاسود، ديروا الكراميل. المهم البنات انا عطيتكم الوصفه والتزيين، كل وحده راه هي غادي تبدع في التزيين ديالها. من بعد ما هذه نعمر هذوك الثقوب كاملين، فهذه نضيف لهم انا هنايا واحد شويه ديال الفواكه المعسله كانت عندي. وهذا هو الشكل ديال الحلوه اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وهذه نكون سعيده اكثر الا جربتوها وكذلك تقاسمتوها مع العائله مع الاحباب ومع الاصدقاء. فراها كتجي شي حاجه اللي رائعه. كما شفتوا ما فيهاش بزاف ديال المكونات، بسيطه وصحيه 100%. نتمنى فيديو اليوم نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.